مجلس إدارة النادي الأهلي بيقرر إن هو يعاقب لاعيبة النادي الأهلي ماليا بسبب الخروج المبكر من كأس العالم للأندية والخروج من دور المجموعات. تمام زي الفل، أنا معاك في القرار ده جدا. فعلا اللعيبة دي لازم تتعاقب وتتعاقب ماليا بشكل كويس بسبب طبعا الخروج المبكر من كأس العالم للأندية، وعلى رأسهم طبعا اللعيبة اللي اتعشمنا فيها قوي وما قدمتش حاجة خالص طوال البطولة، وأولهم طبعا تريزيجيه. فأنا مع القرار ده جدا، ولكن مين بقى يعاقب حضرتك؟ يعني انت مجلس اداره النادي الاهلي مين يعاقبك وانت سبب رئيسي في اللي حصل لنا في كاس العالم للانديه وخروجنا المبكر من دور المجموعات؟ لان النادي الاهلي كان عنده مشاكل كتير جدا انت ما حلتهاش، والمشاكل دي كان كل الناس شايفاها وكل الناس حاطه ايديها عليها، وحضرتك بقى ممكن ما تكونش شايفها او شايفها ومش عارف تحلها. وعلى راسهم طبعا المشكله الدفاعيه في قلب الدفاع، لان انت بعد رحيل محمد عبد المنعم كولر وعماد النحاس حتى ريبيرو، النادي الاهلي بشكل عام بقى عنده مشكله كبيره جدا في القلبين الدفاع بتوعك، لان محمد عبد المنعم كان افضل مدافع في مصر وفي افريقيا ويمكن يكون في الوطن العربي. حضرتك سمحت ان هو يحترف وبعد كده ما جبتش حد يعوضه حتى من بره مصر لعيب محترف. يا سيدي مش لازم يكون في مستوى محمد عبد المنعم، ممكن يكون 75 80% من مستوى محمد عبد المنعم، قريب شويه من محمد عبد المنعم يعوض غياب محمد عبد المنعم. ولكن انت ما عملتش كده، انت رحت تفكر بس في خط الهجوم ونص الملعب وما فكرتش خالص في اهم حاجه عندك، الاساس اللي بيتبني عليه الفرقه اللي هو خط الدفاع. ما عوضتش غياب محمد عبد المنعم، والمشكله دي هي اللي خلت اداء النادي الاهلي مع كولر يتراجع بشكل كبير. وعماد النحاس كان عنده مشكله في الحته دي، حتى ريبيرو عنده مشكله في قلب الدفاع وخط الدفاع الكامل بتاع النادي الاهلي. الكارثه اللي شفناها في كاس العالم للانديه بيقدم كوارث. فاول حاجه انت كان عندك مشكله دفاعيه ما عرفتش تحلها، او حتى ما خدتش الخطوه اللي انت تحلها، رحت تجيب لعيبه زي بمستوى احمد رمضان بيكم، لعيب زيه زي ندفيد، لعيب زيه زي صلاح محسن، لعيبه فلانه النادي الاهلي تقيله قوي عليها ولعيبه مش شخصيه النادي الاهلي. اللعيبه دي تروح اعاره وترجع، تروح اعاره وترجع، وفي نفس المستوى وبنفس الاداء وبنفس المشاكل الفنيه اللي عندها. فطبعا احمد رمضان بيكم هو كان لعيب مدافع اي حاجه يسد خانه وخلاص، مش لعيب يحل لك المشكله الدفاعيه بتاعتك. تاني حاجه مجلس اداره النادي الاهلي وقع فيها ان هو راح يجيب مدرب قبل البطوله باسبوعين. في حد في الدنيا بيعمل كده؟ يعني انت النادي الاهلي عمره ما عمل الحكايه دي، عمره ما راح يجيب مدرب قبل البطوله باسبوعين. حته موسيماني دي والحته اللي انت تروح تجيب موسيماني قبل طبعا مباراه دور قبل النهائي في بطوله افريقيا قدام الوداد، دي كانت حاجه استثنائيه، لان انت كان عندك بقى مدرب عامل لك قوام فريق على اعلى مستوى وهو فايلر بدنيا وفنيا. فالحته دي شالت موسيماني كتير جدا، وطبعا في مباراتين الوداد ومباراه الزمالك في نهائي افريقيا، وكمان خدته في نص موسم الاول ليه مع النادي الاهلي. لكن الحكايه دي مش ثابته في الكوره، مش ممكن تروح تجيب مدرب قبل البطوله باسبوعين يمسك الفرقه وانت مستني منه ان هو يعمل لك احسن اداء واحسن نتائج. فانا بقى مش عارف تحاسب الراجل ولا ما تحاسبوش. هل الراجل لعب بطريقته، ولا هل الوقت كان ضيق معرفش يلعب بالطريقه بتاعته فلعب بالطريقه بتاعه كولر، ولا لعب بالطريقه بتاعه عماد النحاس؟ فالراجل انا لغايه دلوقتي مش عاوز اظلمه ومش قادر احكم عليه حكم نهائي. عنده مشاكل فنيه كتير جدا مع الفرقه، واهمها طبعا في نص الملعب لما بنفقد الكوره، واهمها في تطوير الهجمه في المباراتين الاولى سواء قدام انتر ميامي ولا بالميراس. وعنده طبعا كوارث ومشاكل دفاعيه ممكن ما يكونش السبب رئيسي فيها ان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله خط دفاع كامل على الله محتاج يتغير بالكامل. فالحقيقه انا مش قادر احكم على الراجل حكم نهائي. هل هو مدرب كويس ولا لا؟ محتاج ان هو ياخد شويه وقت عشان نقدر نحكم عليه. ولكن قرار ان انت تجيب مدرب يمسك الفرقه قبل البطوله باسبوعين ده كان قرار سيء جدا من اداره النادي الاهلي، واثرت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا في كاس العالم للانديه، وكانت من اهم الاسباب خروجنا من كاس العالم للانديه. ثالث حاجه بقى اللي انت عملتها وبشكل غريب برضك واول مره تحصل للنادي الاهلي والنادي الاهلي يعملها، ان انت رايح تعمل سبوبه من ورا اللعيبه في الاعلام، اكنك رايح تحضر كرنفال مش رايح تقدم بطوله كبيره.
فلاعيبه النادي الاهلي كل ما تفتح قناه اون سبورت تلاقي لعيب بيعمل لقاء، مدرب بيعمل لقاء، طوب الارض عمل لقاءات لاون سبورت من النادي الاهلي، وده طبعا بامر من مجلس اداره النادي الاهلي، لانه طبعا سبوبه حلوه وبياخد ورا كل لعيب يعمل لقاء بياخد له مبلغ محترم. فطبعا الحكايه دي اول مره اشوفها بتحصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي كانت قبل اي بطوله مهمه كان بيقفل على الفرقه كويس عشان اللعيبه تركز في البطوله وما يخرجش تركيزها بره البطوله، ولكن طبعا انت شتت تركيز اللعيبه بشكل كبير جدا باللقاءات الكتير بقى والتصريحات الكتير جدا جدا اللي عشمتنا كتير جدا قبل البطوله، وانت بالبروباجندا اللي انت عملتها قبل البطوله عشمتنا جامد جدا، وفي الاخر نزلنا على مفيش. فدي طبعا بردك من ضمن الاسباب والمشاكل الرئيسيه اللي خلتنا نخرج من البطوله. فمجلس اداره النادي الاهلي انت سبب رئيسي في اللي حصل لنا في كاس العالم للانديه، والسبب رئيسي في خروجنا من دور المجموعات. فمش عارف بقى مين اللي هيحاسبك، وهل انت بقى هتقدر ان انت تصلح من اخطائك الفتره اللي جايه وتعالج من اخطائك الفتره اللي جايه وتعالج الفرقه فنيا وتحول بقى اللعيبه اللي خلاص طلعت على المعاش اللي زي قفشه وحسين الشحات يتكلوا على الله هو وعمر كمال، واللعيبه اللي بتتجامل زي طبعا محمد هاني اللي بقاله سنين بيتجامل في النادي الاهلي ومش عارف بقى الحقيقه ايه سبب المجامله دي، واللعيبه النصابه اللي بتنصب علينا اللي جاي النادي الاهلي تاكل عيش وهي لعيبه نصابه ولاعيبه على قدها ولاعيبه ما عندهاش فكره عن الكوره ولاعيبه اصلا عندها اصابات مزمنه زي اشرف داري دوت. فطبعا النادي الاهلي عنده مشاكل كتير جدا فنيا في الفرقه. اتمنى بقى مجلس اداره النادي الاهلي بعد البطوله دي يحاول ان هو يغربل كده الفرقه ويسيب اللعيبه اللي تستحق ان هي تتواجد في النادي الاهلي وعندها شخصيه النادي الاهلي، واللعيبه بقى اللي على المعاش واللعيبه النصابه واللعيبه اللي بتتجامل بقالها سنين تتكل على الله ونهتم بقى بالفرقه. واهم حاجه نهتم بيها بالفرقه هو خط الدفاع، لان النادي الاهلي محتاج خط دفاع كامل من اول الباك الشمال وقلبين الدفاع والباك اليمين. فاتمنى النادي الاهلي بقى يتعلم من اخطائه ويحاول ان هو يطور من اداء الفرقه ويعمل صفقات، واهمها في خط الدفاع يطور بيها اداء الفرقه الفني في الموسم اللي جاي باذن الله تعالى. هارد لك، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله اللي جاي احسن للنادي الاهلي بس لو اتعلمنا من اخطائنا.